اول حاجه غتعرفوا على عسران باللي يوتيوب بديتو النهار اللي انا بديت حرق في الاسبان. القصه ديالي كيفاش بدات؟ اول هجره بدات ليا هاجرت للامارات. الحمد لله قدرنا اننا في هذا النهار هذا اللي راه تنهضر معكم قدرت انني نحصل على الاقامه الوريقات ديال 5 سنين الحمد لله، والعقبه لاي واحد. الله يعطيكم كاملين ما تمنيتوا اي واحد في الغربه الله يسهل عليه. سأحكي لكم قصتي لعلها تكون عظة وعبرة للكثير من الشباب، حيث أنني مررت بتجربة كانت بدايتها صعبة وطريقها غير واضح، لكن بالقليل من الصبر والعزيمة والتفاؤل وصلت لمرادي والحمد لله. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سأشارككم قصتي بكل إيجابية. ليس هناك شيء اسمه مستحيل أو لا أستطيع، كل شيء ممكن. واش العشرين كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. اول فيديو ان شاء الله في 2019 داز عندنا 2018 ما درت فيها حتى فيديو لان كانت ظروف شخصيه. عمري شي نهار حطيت الكاميرا وعاودت لكم ليستوار ديالي والقصه ديالي واشنو طريق حياتي. ديما كنت ندير دي فيديوهات شي حوايج تستافدوا منهم. عمري انني تقربت منكم. دابا ان شاء الله 2019 غادي نبدا يوتيوب ديال بصح كلشي غادي يتبدل. اول حاجه غتعرفوها هو انني سمحوا لي بعدا ولا نخطط. اول حاجه غتعرفوها على عسران باللي يوتيوب بديتو النهار اللي انا بديت حرق في الاسبان. دابا نحاولوا نمشيو لبلايص اللي ما فيهمش بنادم قد ما لقينا باش ان الهضره تسمع مزيان وناخذ راحتي حتى انا في الهضره. المهم لي زامي قلت لكم يوتيوب بديتها النهار اللي انا بديت حارق في الاسبان. بديت يوتيوب لان كان عندي واحد الفراغ، ما حياه جديده، ديزامي ما كاينش ديزامي كاع اصلا، لغه جديده كلشي جديد عليك فهمتيني. تنقلب في يوتيوب على معلومات اللي يقدر يفيدوني. بديك الوقيته ما كان حتى واحد في الدراري ديال الاسبان دابا تبارك الله راه موجود الدراري. قررت دير قناه شاركت واحد المعلومات اللي كنت انا تنعرفها لقيت اقبال الناس عجبهم الحال، الدراري تيستافدوا. درت عائله فعلا نجحت القضيه وراني درت عائله فهمتي. لحقات 19 تلقى تبارك الله القناه دابا رغم انني ما كنتش خدام عليها نهائيا وعمري نهائيا كان عندي ديك الفكره انني نخدم على جوجل ادسنس ولا شي حاجه. هادشي علاش 2018 دازت عليا 2018 كامله عمري درت شي فيديو. علاش؟ لانني ما يمكنش انني غير نبقى حاضي يوتيوب انا حارق ما عنديش اوراق. كيف ما اي حراق تيكون الهدف ديالك هو انك تقاد الوريقات ديالك. هذا اول هدف تيكون بين عينيك. دوزت واحد التجربه اللي هي صعيبه بزاف ديال الحوايج خايبين دوزتهم، بزاف ديال الحوايج زوينين دوزتهم. واحد ليستوريا اللي هي في شكل، لان القصه ديالي كيفاش بدات. اول حاجه كاي شاب مغربي كاين في المغرب فهمتيني ما كاين اللي دار تنقلبوا على خدمات قاتلنا ما خلينا اي مشروع درناه ما جابش الله. جات دخلات ديك الفكره جات فرات ديال الهجره. اول هجره بدات ليا هاجرت للامارات دبي اللي خدمت مده عام تما تقريبا وانا خدام في دبي. خدمت طحت في النصب في الخدمه لان عقد العمل اللي سنيت ماشي هي الخدمه اللي لقيت. قلبوني الدراري ردوا بالهم وهادشي غتلقاو واحد الفيديو في الشانيل ديالي انا نخليه في الوصف تحت الفيديو غيفيدكم بزاف د المعلومات على الناس اللي بغاو يمشيو للامارات اللي تيسولوا على الامارات. وهاد لي الصور ديالي غتكون على حلقات غنعاود لكم ماشي حلقات اللي هي فارغه ما غتستافدوا والو، حلقات اللي هي من التجربه الشخصيه ديالي واللي عشت حاليا. انا عمري كنت نبغي نعول في يوتيوب على العناوين ولا نبقى ندير لكم باش انكم تفرجوا فيا نتوما باش انني نجيب لي في. عولت على دراعي عولت على راسي على حوايج اخرى. الحمد لله قدرنا اننا في هذا النهار هذا اللي راه تنهضر معكم قدرت انني نحصل على الاقامه الوريقات ديال 5 سنين الحمد لله، والعقبه لاي واحد. الله يعطيكم كاملين ما تمنيتوا اي واحد في الغربه الله يسهل عليه. الحمد لله سهل ربي. وهادشي علاش كنت خارج في 2018 كنت غابر ندير شي فيديو لانني ركزت بزاف على هاد القضيه هذه الاوراق وبزاف ديال الحوايج. الحمد لله ربي جاب التيسير. شديت الوريقات
دوز واحد التجربه اللي هي ديال بصح. عمري كنت نبغي ندير العناوين في يوتيوب ولا ندير شي حاجه اللي انا ما عارفهاش وما عشتهاش، ماشي ما عارفهاش ولكن ما عشتهاش وما شفتهاش، غير معاودين ليا ما نقدرش نعاود لكم نتوما فهمتيني. لما كنت طايق 1000% 1000% تلقاني متيقن من الحاجه ما غنديرهاش في يوتيوب. حاليا انا عشت واحد التجربه والحمد لله كانت ناجحه بزاف، حيت لانني دوزت عامين في الغربه وشديت وريقات ديال 5 سنين الحمد لله. ودابا ان شاء الله غندير لكم حلقه بحلقه، اي واحد طاح في نفس السيتياسيون اللي طحت فيها ولا قدر الله حرق الفيزا ولا جا ما كانش عنده الوراق ولا اشنو خاصو يدير وشنو هي الخطوات اللي خاصو يدير في النهار ياتي قد وريقاتو، وشنو هما القوانين اللي كاينه باش ما يبقاش يضحك عليكم شي واحد في شي حاجه وما يكذبش عليكم شي واحد في شي حاجه. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الحلقات الجايه، تتبعوها مزيان لانها تكون فيها الافاده. فوالا نسجل لكم الفيديو من قدام التيران ديال سيفيا بالضبط، ها هو هي علامه سيفيا. المهم لي زامي طلعوا ليا في ريوسكم وساعه سعيده وكونوا معنا في الحلقات الجايه ان شاء الله، حيت كاين بزاف